السلام عليكم، رجعنا لكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد. ان شاء الله يعجبكم يا رب. طبعا هنا عملنا المتة بعد الفطور شربناها، وبعدها قمنا عملنا عصير منعش جد جربوه. هنا عندي عنب مجفف، هذا الاسود كثير مفيد واقرأوا عنه يعني عن فوائده. وعندي كركدير، طبعا هاي منقعتهم قبل بيوم، نص كوب كركدير، نص كوب عنب مجفف. نقعتهم، طبعا أول شي غسلتهم، بعدين نقعتهم كلهم كوب مي حار. بعدها هنا ضربتهم بالخلاط، صفيت الكركدير. العنب طبعا أنزله كامل، أما الكركدير أصفيه، أضربهم بالخلاط، بعدها أصفيهم. بعد ما أصفيهم أكسر عليهم علبة كوبين مي باردة، بعدين أحط عليهم مي ورد وعصرة ليمون، بعدين أثلجهم، وانتو حسب الكثافة حسب والحلا حليتهم بعسل، يعني كله هذا عصير صحي، كله صح إن شاء الله. بعدها حطيتهم هنا بالكاسات، صبيتهم بالكاسات. هنا عندي لجنة التحكيم تحكم على العصير اللي عملته. طبعا شوفوا الصغار تقبلتهم ما شاء الله، جد جربوا وانصحكم بيه. وهي لجنة التحكيم تحكم على العصير اللي عملناه. يلا يا ايهم وشوق، تفضلوا. كم تنطيله من 10 يا شوق؟ يا سلام. وانت يا ايهم؟ السيارة، انت اخذ عقلك السيارات. تنطي 1 من 10 بس. يلا قولهم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس امرا. مع السلامة. يلا سلموا على المتابعين، مع السلامة.